جاء كريم الله موسى مولودا من بني إسرائيل في عام يقتل فيه فرعون كل أولاد وأبناء بني إسرائيل، إذا بالوحي الأعلى تلهم ويوحى إلى أم موسى كما ورد في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عجيبة فيها أنواع 8 من البلاغة، 8 أنواع من البلاغة، سبحان الله. فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، يبقى كام؟ 2 و2 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 يبقى 8. خبران وأمران هذا 4، ونهيان هذه 6، وبشارتان هذه 8 أنواع، نوع من الأنواع البلاغ. الخبر الأول: وأوحينا إلى أم موسى، ده خبر. الأمر الأول: أن أرضعيه فإذا خفت عليه، هذا هو الخبر الثاني. فألقيه في اليم، هذا هو الأمر الثاني. أوحينا الخبر الأول إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول. فإذا خفت عليه الخبر الثاني، فألقيه في اليم، الأمر الثاني. ولا تخافي ولا تحزني، النهي الثاني. إنا رادوه إليك، احنا هنرجعه لك، هذه هي البشارة الأولى وأعظم بشارة. وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية. المهم أصبح سيدنا موسى موجود في هذا الكون مولودا، والجنود والعسس المخابرات الفرعونية تمشي وراء القابلة دي اللي بتولد النساء. يعني عشان يمكن بناتنا بنات الجامعات الأجنبية الآن لا يفهمني عن ايه القابلة، نقول لهم يعني طبيبة أمراض النساء، أو في أوروبا ممرضة التوليد، يعني متخصصة في التوليد يعني. فيمشوا ورا القابلة رايحة بيت حد، يبقى إذن عندهم حالة وضع. يعني زمان كانت الناس مختبئة في البيوت، محدش يعرف من الحامل ومن اللي مش حامل، ولا كانت المرأة كل. المهم يعني كانت قابلة تسير نحو بيت يبقى فيه حالة وضع. هم ساروا نحو بيت أم موسى يكابد، عندها ولدها هارون وعندها بنتها مريم أكبر من موسى. وبعدين يقول رب العباد عز وجل لها في سورة طه غير سورة القصص: اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله، لم يأمرها رب العباد عز وجل أن تضعه بهدوء في الصندوق، لا، اقذفيه. قذف دليل على ايه؟ الإلقاء بقوة. اقذفيه بالتابوت. وبعدين خذ التابوت ده. وليه سمي تابوت؟ لأن الولد صغير رضيع من مولود من ساعات، لو كده سبحان الله أي حركة من موجة في هذا الماء ينقلب وينتهي، بكان تابوت. ولكن الله عندما يأذن أن يعيش من هو داخل التابوت سوف يعيش. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموضوع منتهي. خد عندك يقين أن خالق الكون هو الذي يسيره، لا أنت ولا أنا، لا أنت ولا أنا، ولكن ارضى بما قسم الله. إن رضيت بما قسم الله ينشرح صدرك والأقدار تسير وفق قلبك المؤمن. وقال الله: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. يا الله، الله يحفظها هذه، اكتبها. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت أنت، إن رضيت بما أريد وهو الله سبحانه وتعالى أعطيتك ما تريد، تأخذ ما تحب. وإن لم ترضى بما أريد يعني تمردت على القضاء والقدر، وإن لم ترضى بما أريد خلاص ما رضيت، ما قبلت الأمر،
اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. بس لا مبدل لكلمات الله، لا راد لقضاء الله ابدا. شوفوا علمونا صغارا العلماء، وما زلنا صغارا نتعلم، صغار علم يعني، وان كنا قد هرمنا في السن لكن صغار في العلم. يظل الانسان يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل. قالوا لنا ركائز 4 يجب ان تكون في قلب كل مؤمن: انه لا راحه في الدنيا، لا للمؤمن ولا لغير المؤمن. لا راحه في الدنيا، ولا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا رد لقضاء الله. اكتب هذه ايضا: لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، يعني لا راحة في الدنيا اول واحدة، لا رد لقضاء الله. اهي لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل. هنا تفرح الدليل على ان ولدها سوف ينجو، هيوصل الى الساحل. المفاجأة المنتظرة ايه؟ يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله، عداوة مركبة عند فرعون، يعادي رب العباد عز وجل ويعادي كريم الله. يا الله، عداوة مركبة. المهم، فرعون يريد ان يذبح كل ولد من بني اسرائيل، لكن الله قد قضى في سابق علمه وقضاؤه لا يرد ان فرعون هذا الذي يقتل اولاد بني اسرائيل، هيجي واحد من بني اسرائيل لن يربى ولن يكبر ولن ياكل ولن يشرب ولن يعيش ولن يتعلم الا تحت رعاية فرعون. يبقى اذا من القادر في هذا الكون؟ الله ام عباد الله؟ فخليك يا مؤمن تبع ايه؟ اراده الله. خلي قوتك بالله، واعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا كان. المسألة عايزة ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى، وثقتك في موعود الله هي التي تجعلك كبيرا، تجعل لك كده يعني قيمة امام يعني الملأ الاعلى، امام الملائكة، امام ملك الحسنات، امام ملك السيئات، امام المؤمنين، امام الناس. قوتك بالله. والمؤمن القوي دائما يظل قويا اذا تقوى. انت ضعيف ولكن خذ القوة من الله، مريض خذ الشفاء من الله، فقير خذ الغنى من الله. هكذا يعني يصنع في قلب العبد. فيذهب هذا الطفل الصغير الى قصر فرعون، وقالت لاخته قصيه: امشي يا مريم خلفه على اساس تشوفه هو راح فين. اول ما وصل متاخرا، وطالت مدة جوعه وغيابه عن ثدي امه كي يرضع منه، فبدأ الولد ولد صغير يريد ان يرضع. كل ما يأتي له بمرضعة يأنف ان يأخذها، ولكن يبكي يريد ان يرضع. يجيبوا له مرضعة اخرى، 3 و10 و20 ابدا. قالت اخته بقى: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ ممكن انا اجيب لكم مرضعة ويقبلها؟ جاءت امه، مجرد ان، لان ربنا يقول ايه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. يا الله، يبقى التحريم تحريم الهي. يعني طفل يريد ان يرضع اللبن، هو ايه المشكله ان ثدي امه او اي ثدي؟ لكن انت تجد ان الطفل الصغير عنده اسبوع واسبوعين يبكي، تحمله جدته يبكي، عمته يبكي، خالته يبكي، ابوه، اخته. اول ما تحمله امه يسكت. طب هو عارف امه من غير امه؟ لا. عارف ازاي؟ لانه 9 شهور مكث بجوار دقات قلبها، فرأى وسمع وتعود على دندنة قلب الام. فلما يبتعد عن هذه الدندنة وتلك الالحان الجميلة، لا يتعود هذه الدقات وتلك الدقات، انما يتعود ايه؟ دقات قلب امه. اول ما تمسكه النغمة تتوافق، الباثورد، سبحان الله، الرقم السري، سبحان الله، الحنان السري اللي ربنا وضعه في ايه؟ في قلب الام. ولذلك انا يحزنني ان تبيت ام باقية من ولدها او باقية من ابنتها. اين تذهب يا ولدي عندما تكبر؟ واين تذهبي يا بنيتي عندما تكبرين؟ وقد جعلت ليلة تأتي فيبكي الاب وتبكي الام، بالذات الام الضعيفة التي لما تولد البنت يقال في الاثر يخاطبها رب العباد: ضعيفة خلق، اشهدكم يا ملائكتي ان من عالها اعوله حتى يموت.
المرأة في الإسلام والبنت في الإسلام من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. المهم جاءت أم الكريم، التقم الرضيع ثديها لأنها أمه، شك فرعون أن تكون هي أمه، فقالت له نحن من قوم لا يرفض أثناءنا الأطفال، هاتوا أي طفل وأنا أرضعه يقبل. والمهم أرادت أم الكريم أم موسى أن تعود إلى بيتها من باب التخبئة يعني. قال لها فرعون يعني انتظري هنا يعني عشان ترضعي هذا الولد. قالت لا أنا عندي زوج عندي أولاد. ففصلوا لها أو أعطوا لها جناح كبير داخل القصر تجلس هي وأسرتها لإرضاع سبحان الله هذا المولود. وده أول وآخر مولود في التاريخ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها. يا الله، عمرك شفت واحدة ترضع ولدها تأخذ على ذلك أجرة؟ أخذت أجر وطعمت وشربت في قصر فرعون. ليه؟ لأن أم الكريم عندما أمرها رب العباد أن تلقيه في اليم نازعها كما نقول أمران كبيران، شرع رباني وطبع إنساني. شرع رباني وطبع إنساني. الطبع الإنساني يأبى والشرع الرباني يأمر، فهي سبقت وطبقت الشرع الرباني على الطبع الإنساني فأرضاها رب العباد عز وجل. بالله عليكم قصة الكريم دي قصة وفيها عبر كثيرة لا نستطيع أن ننهيها في مرة واحدة، ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نتواصل مع شيخ بني إسرائيل حيث قصته العجيبة من البداية إلى أن وصل إلى حدود بيت المقدس وكان يتمنى أن يدخلها فما دخل وما شجعه بنو إسرائيل عليها، وسوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله. أنا أريد أن أقول أن القصص القرآني قصص يقوي عقيدة الإنسان ويقين الإنسان. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.